صباح الخير بتوقيتي. طبعا وقت كتير ما طلعتش وعملت انبوكسنج او انباكينج لاي حاجه جات لي، بس انا لقيت ان الاوردر النهارده يستاهل ان انا اطلع. خلاص بقى كفايه غيبه يعني. بصوا تقريبا انا جبت لغايه دلوقتي 3 بوكس لرمضان من ايكيا، بس ده يعني اول بوكس هعمل له انباكينج معاكم. البوكسين التانيين هعمل لهم فيديو تاني، او ممكن اعمل ال3 كلهم مع بعض، بس هيكونوا خلاص اوريدي خلاص انا فتحتهم. تعالوا نشوف بقى النهارده انا بحب اجيب ايه من ايكيا. في حاجات كتيره في الكرتونه دي انا مكرراها، يعني في حاجات جبتها في ال2 بوكس الاولانيين لما لقيت ان الخامه حلوه والاسعار حلوه جدا حبيت ان انا اجيبها، وفي حاجات هنا اول مره هجربها بس البرايسز تحفه والاوفرز بتاعت رمضان تحفتين. فانا هجيب حاجه عشان افتح بيها البتاع وارجع لكم تاني. بصوا تحفه تحفه تحفه. يعني انا ماسكه في المجات اللي هي السودا وعماله كل شويه اراقب السايت ان هم نزلوا تاني ولا لا، وبقالهم اكتر من سنه مختفيين ومش عايزه اجيب غيرهم. طب ما تقريبا 139 جبت منه 2 عشان اجرب، بس ان شاء الله هطلب باقي المجات. دي حاجه بقى انا جبتها وقررتها تاني، هو باسكت القمامه من ايكيا اللي هو ده بيبقى طويل يا جماعه مش قصير اهو، وبيكون له كمان الغطاء بتاعه، فبيكون احسن من الاصدار بتاعهم التاني اللي هو بيكون منه ابيض واسمر. ده بيكون مفتوح كده، لا ده مغلق كده. هو مش بيبقى مغلق قوي، انا عارفه المشكله دي من الباسكت اللي قبل ده، بس على الاقل يعني بصوا برضو دي حاجة انا جربتها قبل كده او شفتها قبل كده. هي شماعات ايكيا نزل عليها اوفر حلو جدا، ال6 دول ب 169 جنيه، يعني الواحدة عاملة 16.90 قرش، قولي 17. طبعا احنا عارفين ان هي يعني مشهورة ان هي حلوة. بصوا ان احلى حاجة فيها ان هي رقيقة قوي، فما بتاخدش مكان في الدولاب، بس متينة في نفس الوقت. فشماعات ايكيا لا يعلى عليها. انا جايبة طقم قبل كده. المقص ده طالباه على اساس ان هو مقص كبير يعني. هو ايه ده؟ هو عموما يعني اقل من 100 جنيه، بس برضو يعني اتمنى ان هو علشان صغير كده يبقى حامي بقى، يبقى فيه مميزات. لكن ايه ده؟ لا ده دي صدمتني. ده بقى طلبته. ده بقى طقم التلاجة ماشي. هو برضو صادمني لان هو على الموقع متفرق كده، فهو باين ان هو كبير قوي ومحتوياته كبيره قوي. انتوا شايفين ولا ايه؟ المهم فواضح ان هو لا مش زي الموقع. بس انا جبت منهم 3 عبوات كانوا لوحدهم كده 114 جنيه. الماتيريال بتاعتهم حلوه جدا، وكان مكتوب عليهم من ورا ان هم ميد ان ايطالي، زي كمان ان هم بيخشوا بشوشه ومايكرويف. فقلت طيب ده 250 جنيه وقطعه اغلى، وفي نفس الوقت ضعف الثمن، بس يعني مش 3 4 اضعاف، مع ان قطعه اكتر. بلس ان التانيين كانوا 3 عبوات بقى 600 لتر بس، لكن دول فيهم عبوات كبيره وعبوات صغنونه. انا بسمع ان العبوات بتاعت ايكيا في علب الثلاجه صغيره، بس في كتير برضو كبير، وانا شايفه ان ده موفر اكتر من 3 اللي انا جبتهم. هفتحهم معاكم واشوف دلوقتي تقسيمتهم جوه. انا معايا كده دول تقريبا هيبقوا بتوع البقوليات ان شاء الله. تمام، مقفولين كده بتاع ماشي. دول فيهم 1 2 3 وادي 4. في جواهم حاجات اصغر، بس خلينا دلوقتي في دول. ازاي 4 يعني؟ ايه ده؟ انا مش فاهمه حاجه. ايه ده يا جماعه؟ مديني 4 غطيان، الاثنين اللي دول بس. هم نسي ولا ايه؟ ولا يمكن غطيان الحاجات دول، هنشوف. بس يعني بصوا حلو جدا. هو مستوى ان هو لين كده، بس في نفس الوقت لو حطيته في الارض مش هيتكسر. برده ميد هنا ايطالي، برضو ايطالي ومليان مميزات، يعني بيدخل ديشوشر وفايف وبيبي فري، حاجات كتير حلوه قوي. انا لازم اعرف ايه دول. لكن دول الغطيان بتاعتهم ادي الغطا بتاعها، ودي ممكن يبقى الغطا بتاعها اهو. انا عايزه اعرف الغطيان الزياده دول هل في عبوات ناقصه ولا؟ انا طبعا هشوف على الموقع. برضو ببص كده، الله حلوين قوي كيوت. ايه ده بقى؟ لا وفي نفس الوقت يعني هو مديني 4 زياده 2 زياده يعني، وهنا ناقصين 2 زياده، يعني هنا في 2 بس غطا ماشي. 2 غطا اهو تمام، الاثنين بس علبه، وفي هنا علبتين. ما اعرفش الحاجات دي هلاقيها هنا ولا ايه، بس هنا موجود التقسيمه وانا هشوفها معاكم. هو لا مش موجود غير 2 علبه كبار و2 علبه صغيرين، ودول خلاص لقيناهم. وموجودين 4 علب صغيرين خالص اللي هو المقاس الصغير. طبعا المفروض يكون ليهم غطا، مكتوب هنا انهم غطا، وكل حاجه ليهم 2 ما عدا في حاجه ليها 3. هنشوف ايه ال3 دول. ادي 1 ادي 2 تمام. لمين بقى؟ على فكره عاجبني قوي والله، حتى لو حاجه ناقصه انا مثلا بس بجد حلوين الاثنين دول. انا بحط دول. انا فهمت يا جماعه، بس الاستعجال بتاعنا ده كمصريين مودينا بدري. العلبتين دول ما لهمش غطيان هنا، اذا الغطيان دول الزياده اللي انا قلت لكم عليها بتوع دي اهي، وبتوع دي اهي. مفيش حاجه زياده ولا في حاجه ناقصه ان شاء الله. هنلاقوا الاثنين دول ان شاء الله. تمام، دول بقى الاربعه الثلاثه اللي قالوا عليهم. ادي واحده غطاها تحفه يا جماعه. لو احنا ماضيين لاولادنا مع اولادنا حاجه ياخدوها في البتاعه دي، او لو رايحين النادي وعايزين سناك كده مكسرات او شوكليت او اي حاجه بصوص صغنونه، العلبه بتاعتها هي كمان. تمام، وفي بقى دول دي معاها الغطا ده. وانا هشركم بشره جميله، انا لقيت الغطاين اللي ناقصين مع ايكيا، مفيش حاجه ناقصه الغطاين اهو بتوع الصغننين المقطعين دول. يا جماعه انتوا بتقولوا ان الحاجات بتاعت ايكيا علب الثلاجه صغيره، في قطع فيها صغيره كتير، بس لو حسبناها 250 جنيه اعتقد ان كل العلب الصغيره دي هتكون هديه على العلب الكبيره اللي هم علبتين زي دول، والعلبه دي والعلبتين دول، لان دول سعرهم في السوق مش هيقل عن 300 جنيه. فالعلبه الصغنونه اللي انتوا شايفينها كتير اللي انا طلعتها دي لو هي دي فيهم فشكرا يعني. لكن الجوده بتاعتها 250 يا جماعه. في حاجه في السعر دلوقتي طبعا العلبه دي حلوه قوي للثلاجه، لكن دي طبعا ما تنفعش
بتكفن. واو كبير، طلعت لغوصه جامده. بصوا يا جماعه بيشكروا في ده جامد قوي، بيقولوا ان هو بيعيش معاهم كتير جدا. بصوا حجمه، لا حجمه حلو قوي، وهياخد صينيه بشاميل معاكي لافراد اسره 4 افراد، ونوع حاجه مستغربها قوي كان كله نزل تقليد منها اللي هو مضرب ايكيا بتاع الفوم بتاع النسكافيه. ده كان سعره حلو قوي على موقعهم، كان سعره 79 جنيه، كان عليه اوفر. هجربه واقول لكم. Tofa masala. بيقولوا ان هو احسن حاجه بتضرب وتعمل فوم. بلس كمان ان انا مستخدماه برده جايباه علشان برده يقلب لي السكر بدل ما انا اقعد اقلب وكده. في حاجه كمان بقى هو انا مش متخيله ان هي كانت هتجيلي كده، انا كنت مفكرها هتبقى متركبه. خليني بقى اشيل الكرتونه دي واركبها معاكم لان دي شكلها كده هتاخد مني مجهود. بصوا يا جماعه انا بعاني من اكياس الزباله. هو مكتوب هنا الخطوات، تمام. هو انا هجيب ده، ايه ده؟ اجيب ده على ده. انا ما بحبش امشي بخطوات، خليني امشي بدماغي اللي في الاخر بتبوظ الحاجه. اهو هحط تقريبا لو بس هتاكد ان دي هتكون اخر حاجه. دي اخر حاجه فخلاص اوكي. فانا بقى هركب دول هنا كده، كل واحده احطها فيه الفتحه بتاعتها. حلوه قوي كبيره يا جماعه، دي هتكون معاكم كل كيس السوبر ماركت اللي انتوا بتجيبوها من بره وبتحبوا تحتفظوا بيها زي دي، وهتتعلق في ظرف المطبخ من جوه. هعملها معاكم ان شاء الله. هو ده الدبل فيس ثواني كده هتكون العكس بقى، العكس عشان ده دبل فيس، عشان كده مش هتفرق معايا. هو بيقول دبل فيس جوه ليه؟ فاكيد دبل فيس من بره. انا هحط بقى كده ادي واحده يا ماما. انا بحب اركب والله يعني، بس اوفر قوي. انتوا متاكدين يا جماعه من بره ولا من جوه؟ هي وانس ان في واحده اتركبت اكيد الباقي اهو. قلت لكم ادي الثانيه، ادي الثالثه، ادي الرابعه. هي الفكره ان انتوا يعني مش هتعرفوا ان هفردها تاني، مش هاخدها دلوقتي. بصوا انا عملتها كده وهي سهله جدا، مش يعني مش تقيله معاكم يعني. وبعدين انا بعمل دي كده تقريبا يا جماعه العكس ولا ايه بقى؟ المفروض بقى هتبقى دي كده. لا هي كده صح. احنا بنخلي دبل فيس والكلام ده كله من بره عشان في دبل فيس هنا ودبل فيس هنا، ولو انت مش عايز دبل فيس ممكن مثلا مسامير من هنا ومن هنا. دبل فيس هيكون احسن طبعا، مسامير ايه تمام. في بديل مسامير يعني ممكن نستخدمها اهو. ايوه صح كده، احنا شغالين صح لان فاتحه من جوه من هنا تمام كده. بصوا بقى، بصوا الجمال والماتيريال والكبر يعني كبيره قوي، وتاخد معاكي اكياس الدنيا تمام. والميزه بقى ان انا بحط الاكياس وبسحب من كل الفتحات دي، فمش هيكون في كيس معصلج مع كيس وكده، لا بجد هاتوها ب 140 جنيه. انا كده خلصت كل الاوردر بتاعي من ايكيا. اتمنى ان الفيديو ده يعجبكم ويكون فاتكم. ويا جماعه لو بتلاقوا حاجات بره ما تحاولوش تجيبوا التقليد بتاع ايكيا من بره. في دلوقتي مضرب ايكيا، في مطبقيه ايكيا، في مجات ايكيا، كل ده بيقولوا عليه ايكيا بديل ايكيا، لكن ما بيكونش نفس جوده وماتيريال وحلاوه واسعار ايكيا. في اسعار كده في ايكيا مجنونه ما بنجيبش احنا منها بالاسعار الجميله دي. بس كده كنت معاكم، يا ريت نعمل لايك للفيديو ده وسبسكرايب، وما تنسوش تسيبوا لي كومنت باي حاجه انتوا استفدتوا منها، وتقولوا لي هتشتروا ايه من ايكيا. يلا باي.